انا الزمن هدني. انا الزمن هدني ولا حد بيودني. سلام. انا الزمن هدني ولا حد بيودني. ايوه. ولما اقول الناس يقولوا الله. انا مين انا مين انا مين انا مين. انا اللي كل جروح ومن الزمان مجروح. طب انا اللي كل جروح ومن الزمان ولما اقول الناس يقولوا الله. انا مين انا مين انا مين انا مين. الله يا الله عز بنا الاعداء ناديت يا الله ما خاب فيك رجاء. بعد ما عرفت ان نهائي كاس مصر اللي جاي هيكون بين الاهلي والزمالك وتحديدا في شهر مارس 2024، فقلت نسترجع مع بعض اخر نهائي بين الفرقتين، وهو نهائي كاس مصر 2021 اللي اتلعب وخلص في 2022 عادي جدا. ده كان نهائي من طرف واحد وكان ممكن يخلص بنتيجة كبيرة لصالح الزمالك كمان، بس يلا قدر ولطف. مدربين الفرقتين ساعتها كانوا فيريرا وسواريش، والاتنين بلديات من البرتغال، وكل واحد حط خطته وتشكيلته، وطبعا هنا فارق الخبرة في مصلحة فيريرا، وكمان إدارته للمباراة كانت أحسن بكتير. طريقة في اتجاه الجزير ايه خطيرة خطيرة يا شناوي، طالع تعمل ايه؟ خد على لا والجزيري مرة تانية وعرضية خطير وهوبا والهدف. يا لهوي يا لهوي يا ريتك ما شغلت مخك. وخطأ لا يغتفر من محمد الشناوي. 3-1 لكن واحد يكسب، زقاه وطلع الزبون لبره. الشناوي عايز يرجع هوبا اي 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 اي. اول قصيدة كفر. بعد الخطأ الكارثي اللي عمله شريف إكرام أقصد محمد الشناوي وتسبب في تقدم الزمالك بالنتيجة، لعيبة الأهلي اتهزت وبقوا يلعبوا بطريقة غريبة ملهاش علاقة بكرة القدم اللي احنا نعرفها، والزمالك بيمسك الملعب بالطول والعرض ويضغط على الأهلي في نص ملعبه. خطيرة برافو يا شناوي، خطيرة نيمار وهوبا كرة مباشرة زيزو عرضية وهوبا خطير يلم كرة خطير يا ابني اتهد بقى خطيرة يا نهار أبيض. بسرعة ابويا الله يخليك عندي امتحان. حاضر يا ابوي. يا عم الشارع فاضي. جميل يا بيه. ما قلناش حاجة. الله اطير ولا ايه؟ لا ما تطيرش يا عم. ايه؟ انا اسف. لا اله الا الله. جميل يا بيه. ما انا مش شايف زحمة. اوصل يا بيه. يلمها مرة تانية ويحطها واحدة والتانية وهوبا يا نهار أبيض. يا ليلة زرقاء. يا دي الليلة الزرقاء اللي زي كل الصباع. يا رب ما يا عم يشوفونا. انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجة تاني غير الايادي مستعد ابصي. بعد الجون التاني الزمالك بيضغط أكتر ويسيطر، وكان في إيده يعمل سكور تاريخي، لأن الأهلي ببساطة قدم أسوأ شوط ممكن تشوفه في حياتك. مفيش لعب ولا في هجمات، واكبر دليل على كده ان اول كوره يشوطها الاهلي مباشره على مرمى الزمالك كانت في الدقيقه 44. دعوات كان واقف ومطمن وما بيجيش عليه اي كوره، ده كان ناقص يفتح واي فاي. ما عملش معاك اي حاجة ابدا وشرفك يا معلم. لا سحب عليك سنجة ولا فتح مطوة ولا رجل كرسي حتى. ده اداني ده وكوعها يا معلم، ده كان ناقص يصرف عليا. الشوط التاني سواريش كان بيحاول يعدل الامور، الاهلي فعلا بقى شكله احسن، وخصوصا بعد نزول وليد سليمان اكبر لاعب موجود في الملعب، وده يدل طبعا على ضعف لعيبه الاهلي. خطيرة وهوبا يا نهار أبيض. مرة تانية إمام عاشور عرضية صغيرة عايز يسدد وهوبا سهلة يا عبد حسام وخطيرة وهوبا الله ابتدت تندع. الله حلوة لسه بقول لحضراتكم الأداء اختلف. حسام حسن قطعة روعة. حسام حسن بيجيب جون وبيدي امل للاهلاويه بيكملوا بيه لاخر الماتش، ولكن في النهايه الكاس كان من نصيب الزمالك.
وكده الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، والفضل يرجع لجده فيريرا. جدي يا جدي يا جدي، اشبوسك بخير. انا بشكر حضرتك جدا، انت عملت معايا اللي ما عملوش جدي اللي في مصر. والاهلي طبعا كان ساعتها بيمر بازمه صعبه، وكان لازم يبداوا في التغيير. يا ابن الكلب منك ليه؟ يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ولاد الكلب. اهو ده كان ملخص نهائي كاس مصر 2021 في سلسله ايه اللي حصل في الماتش ده. لو عجبك بقى ما تنساش اللايك، ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، وقول لي رايك في الكومنتات. يلا سلام.